يعني ايه معنى competitive advantage او ميزة تنافسية؟ ميزة تنافسية هي الحاجة بتميزك كبزنس عن اي بزنس تاني، سواء انت بتقدم منتج او خدمة. يعني بتخلي ليك الافضلية بالنسبة للعميل لما يقرر ان هو يشتري منتج او خدمة معينة. خلينا نقول ان ال competitive advantage كمان هي ال value أو القيمة التي يحصل عليها العميل عند شراء واستهلاك المنتج أو الخدمة منك. طيب خلينا نشوف ال value دي ممكن تكون عبارة عن إيه. مثلا إن أنت بتقدم سعر مخفض مقارنة بالمنافسين الآخرين ال other competitors، يعني أنت سعرك أقل منهم، فبالتالي العميل لما بيشتري من عندك القيمة اللي بيحصل عليها إن هو بيحصل على سعر أقل، وبالتالي بيتحمل تكلفة منخفضة لو اشترى نفس المنتج أو حصل على نفس الخدمة من مكان آخر. لكن ده ما يمنعش إن لازم يكون في equivalence أو تكافؤ، يعني في جودة المنتج أو الخدمة. يعني المنتج ال product quality أو ال service quality يبقى لازم يكون equivalent لل quality of other products، يعني أو المنتجات الأخرى اللي competitors أو منافسين الآخرين بيقدموها، لأن ممكن جدا إنه يتركك ويذهب لغيرك حتى لو أنت سعرك مخفض أكتر عشان الجودة عند المنافس أعلى. فدي أول حاجة، ودي حاجة اسمها ال value. في حاجة كمان أكتر من ال value العادية اسمها superior value، يعني القيمة اللي هيحصل عليها عدت مرحلة التميز شوية، يعني مميزة، يعني مميزة جدا. خلينا نشوف ان دي بتيجي في حاجة اسمها uniqueness او فكرة التفرد، ان انت مش بس بتقدم مثلا سعر مناسب او ان الجودة بتاعتك جيدة، لا ده انت بتقدم حاجة فيها تميز عن الاخرين، يعني الاخرين مش قادرين يقدموها. يعني خلينا نتكلم مثلا جهاز electronic device مثلا، انت المنتج بتاعك في function زيادة شوية، في وظيفة بيؤديها هذا الجهاز أكتر من باقي الأجهزة التانية برغم التشابه، بس فيها جزء كده مختلف أو زيادة شوية. أو حتى ممكن التفرد ده يجي في ال assortments، أنت عندك تشكيلات كتيرة مش عند غيرك. أو ممكن يجي مثلا في اللون، أنت عندك ألوان مش عندهم. الأشكال، الباكج، في أي حاجة مرتبطة بالمنتج أو الخدمة أنت بتقدم features أو مواصفات الآخرين مش قادرين يقدموها. نفس الفكرة في الخدمات، يعني مثلا ممكن مكان بيعمل صيانة ما بعد البيع مثلا، ودي خدمة مرتبطة بالمنتج. ما هو المنتج مش بيكون مفصول عن أو منفصل عن الخدمات، كتير من المنتجات مرتبطة كمان بالخدمات. وحتى لو هي مجرد خدمة زي خدمة طبية أو غيره، ممكن مثلا يكون خدمة طبية إنك كطبيب بتعمل ميزة تانية إنه المريض كعميل يقدر يتواصل معاك تليفونيا مباشرة، فدي ممكن تكون عندك أنت كميزة في آخرين لا يفضلوا مثلا هذا. أو بيخلوا في شخص وسيط لك، يعني مثلا في أحد المساعدين هو اللي بيرد على المريض، لكن أنت بترد عليه بنفسك لو هو عنده تساؤلات أو استفسارات. فدي فكرة إن أنت تكون بتدي superior value، ودي بتبقى ميزة تنافسية للبزنس زي ما قلنا، سواء بيقدم منتج أو خدمة. طيب ايه ال different types of competitive advantage او الانواع المختلفة من ال competitive advantage الميزة التنافسية؟ اول حاجة في حاجة اسمها، احنا طبعا في نقطة احنا اتكلمنا عنها دلوقتي هنتكلم عنها برضو بالتفصيل، بس خلينا في اول حاجة اسمها cost leadership. انت عندك ميزة تنافسية في التكلفة عندك للوحدة المنتجة من يعني او الانتاج عندك تكلفته اقل، او الوحدة المنتجة من المنتج تكلفتها اللي انت بتتحملها اقل من المنافسين الاخرين. طب ما احنا هنسأل ونقول طب وده هيعود على العميل في ايه؟ يعني ايه هو البيزنس هو اللي بيوفر مثلا او صاحب البيزنس؟ لا، هيعود عليك في ان السعر هيكون اقل، لانه انت مش هتتحمل يعني هذه التكلفة او جزء منها على السعر، فبالتالي عقبال ما يوصل لك المنتج هيكون سعره اقل عشان تكلفته كانت اقل. الكوست ليدرشيب او الفكرة الكفاءة، او يعني ان خلينا نقول ان انت عندك قدرة انك تخلي التكلفة عندك اقل، بتكون مرتبطة بعوامل مهمة جدا. اولها
الworkers أو العاملين أو الموظفين، إن أنت مختار ناس عندهم كفاءة وخبرة عالية جدا، فطبعا بيحصل حاجة اسمها operational excellence، التميز في العمليات الإنتاجية. لما تجيب ناس proficient وعندهم يعني good experience بالعمليات الإنتاجية أو خبرة جيدة بالعمليات الإنتاجية، غير ما تجيب ناس مش skillful قوي، ما عندهمش مهارات عالية أو ما عندهمش خبرة كافية. الحاجة التانية طبعا داخل فيها الآلات أو الأجهزة اللي أنت بتستخدمها، يعني مدى جودتها وقدرتها على إنها تدي functions، أو يعني الوظائف بتاعتها الكواليتي جودتها عاملة إزاي. والتكنولوجي، هل انت بتعتمد على التكنولوجي ولا لا؟ التكنولوجي ممكن تقلل لك التكلفة، حتى برغم انك في شرائها في الاول بتتحمل تكلفة، ولكن تدريجيا بتكون التكلفة خلاص يعني شبه منخفضة جدا. العكس بقى صحيح، ان هي اللي بتقلل لك التكلفة، لان بتخلي العمليات الانتاجية افضل، المنتج جودته اعلى، بتسرع من العملية الانتاجية، تقدر ان انت تنتج كمية اكبر، يعني vast array of مثلا products، يعني او عدد اكبر او ضخم من المنتجات اعتمادا على التكنولوجي، او حاجات فيها ديفاكتس فيها عيوب اقل. الاوبريشنال اكسلنس كمان وفكره التكنولوجي بيقلل الويست، يعني ان ميبقاش فيه انتاج مهدر مش على نفس القدر مثلا من الكفاءة او الجودة، او يحصل اي اهدار لمواد خام مستخدمة وغيره. فدي فكرة الكوست ليدرشيب، ودي بتأثر جدا في فكرة الكومبيتيتيف ادفانتج. هنيجي على حاجة تانية اسمها الديفرنشيشن، او ان انت تكون مميز عن الاخرين، زي ما قلنا تكون عندك مواصفات مختلفة ولو على الاقل في شيء واحد، لون، شكل. طبعا الجودة دي حاجة اساسية، بس اهم كام حاجة انت بتديها الاخرين مش عارفين يدوها: السعر، الجودة، اللون، الشكل، التشكيلات، الفانكشنز، الوظائف، الجهاز مثلا بيقدر يقوم بيه، غير حاجة تانية حاجاتها مثلا او الفانكشنز بتاعتها ليميتد محدودة شوية. فدي فكرة الديفرنشيشن. على فكرة الديفرنشيشن ممكن يجي في حاجة اسمها customer intimacy، او انك عندك طريقة تعامل مع العميل مميزة جدا عن الاخرين. يعني طبعا فكرة الريسبكت، وانك تتعامل مع العميل بشكل فيه ود واحترام، وتحاول تبقى فيه long term relationships او علاقات طويلة الامد مع العملاء، دي بتفرق جامد جدا. احيانا شخص ممكن يميز ما بين مكان الى يعني ما بين مكانين مختلفين بيقدموا نفس الجودة من المنتج والخدمة ونفس السعر، عشان بس حتة التعامل. المكان ده بيتعامل مع العملاء بشكل افضل، المكان ده الجودة فيه كويسة والسعر فيه كويس، لكن التعامل مع العملاء مش افضل شيء. ودي حاجات متكررة جدا وبنشوفها في الخدمات في السيرفيسز بالذات، علشان فكرة السوشيال انتراكشن او التفاعل الاجتماعي في المجال الخدمي كمان بيكون يعني في اعتماد كلي وكبير جدا عليه. دي كده الكومبيتيتيف ادفانتج بمنتهى الاختصار يعني. شكرا.